سيداتي سادتي، من الفضيلة بنا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار 10 مساء، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تخريج الدفعة 10 للمركز سوا للتدريب المهني. فخامة الرئيس سياسة أفريقيا يزور مركز التدريب المهني بسوا. توعية للتعريف بالثروة السمكية في إقليم عنسبة. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة للصواريخ النووية مع روسيا. أمريكا والاتحاد الأوروبي يعلنان عن اتفاق لتجارة اللحوم. قتيل وعدد من الجرحى في زلزال قوي ضرب إندونيسيا. أهلا بكم من التفاصيل. تخرجت اليوم 3 أغسطس الدفعة 10 لمركز التدريب المهني بسوا بحضور فخامة الرئيس إسياس أفورقي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وأولياء الأمور ومجتمع سوا. وتلقى الخريجون البالغ عددهم 909 طالب، بينهم 420 طالبة تلقوا تدريبا مهنيا نظريا وتطبيقيا مصحوبا بالمعدات الحديثة في 13 مجال. وقال مدير مركز التدريب المهني السيد تسفاي تولدى أنه باستثناء 1% من المتدربين الذين قاطعوا الدراسة لأسباب مختلفة، فإن جميع الطلاب أكملوا التدريب بكفاءة، وشكر كافة المساهمين لإنجاح التدريب وتطوير المركز. وتسلم الطلاب المتفوقين في مجالاتهم الشهادات التقديرية والجوائز من يد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد، والمتفوقين على مستوى المركز والمعلمين النموذجيين من فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وأكد ممثل الخريجين على العمل المضاعف في أماكن العمل لخدمة الشعب والوطن. وقدم سكان ضاحية هوميب المشاركين في المناسبة قدموا هدية للرئيس إسياس أفورقي هي عبارة عن سيف وملابس شعبية. وشهد مراسم تخريج الدفعة 10 لمركز التدريب المهني عروض ثقافية فنية عكست دور ومساهمة سوا وبرنامج الخدمة الوطنية خلال مسيرة 25 عاما. في إطار احتفالات اليوبيل الفضي لتأسيس سوا وبدء الخدمة الوطنية، قام رئيس إسياس أفورقي اليوم 3 أغسطس بزيارة تفقدية لورش مركز التدريب المهني بسوا. وتفقد رئيس إسياس أفورقي رفقة المسؤولين أقسام مركز التدريب ومحتواه ومعداته لتقديم التدريب التطبيقي للطلاب، حيث قدم له شرحا من طلاب المركز. كما تفقد رئيس إسياس أفورقي المعدات التي أنتجها الطلاب. وكان طلاب الدفعة 10 لمركز التدريب المهني بسوا قد تخرجوا اليوم في مجالات التخطيط والمسح والكهرباء والإلكترونيات والمجاري وصيانة الكمبيوتر ونظم التبريد وقيادة وصيانة الآليات والنجارة والحدادة. أعلنت وزارة الثروة البحرية إقامة الجمعيات التعاونية وتسيير نشاطها بإقليم عنسبة بموجب الخطة التي وضعتها لتنمية الأسماك في الإقليم واستفادة سكان الريف منها. وأوضح منسق المشروع السيد محمود إدريس إقامة جمعيتين تعاونيتين في سدي موشا وإلى برعيد بموجب خطة الوزارة لضمان تأمين الغذاء المتوازن للأسر ورفع الدخل وإدارة الموارد الطبيعية. ويركز المشروع على الأسر والشباب والمرأة الراعية المتواجدين قرب السدود والعمل لتنمية الأسماك، وتقدم التدريب ومعدات الصيد لها قريبا. وذكر مسؤول قسم الثروة البحرية في إقليم عنسبة السيد محاري هبتقرقش أن أنشطة تربية الأسماك تجري في 12 سدا بالإقليم من جملة 18 سد، وستتوسع التربية في السدود الأخرى. وأشاد أعضاء الجمعيات التعاونية بالأنشطة الحكومية لتحسين معيشتهم، مؤكدين العمل لتوسيع الوعي الغذائي بالأسماك والعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء. وتعمل الخطة الموضوعة من عام 2017 حتى 2023 لاستفادة
و500 أسرة على مستوى البلاد. قام طلاب العمل الصيفي التنموي العاملين في ضاحية غازا لامزا بمديرية دبرة بغرس حوالي 7000 شتلة بن أسفل سد ماي زبؤ. وأوضح خبير التنمية المروية في مكتب وزارة الزراعة بالمديرية السيد قرماي تسفى ميكائيل أن الطلاب قاموا بحفر 7600 حفرة وغرسوا 6600 شتلة بن، وسيقومون بشتل 1000 من أشجار المانجو. كما قام الطلاب ببناء 168 متر مكعب من الحواجز المائية. وأشار الطلاب إلى أن البرنامج ينمي ثقافة العمل والتعاون، داعين لمواصلته كل عام بتنظيم أفضل. سيداتي سادتي، لا فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فأتفضلوا بالبقاء معنا. انسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها. وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية للصحفيين أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ هذا القرار بإنهاء التزام الولايات المتحدة بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت عام 1987. وقال حلف شمال الأطلسي أنه اتفق على سبل لردع روسيا عن إطلاق صواريخ جديدة متوسطة المدى قادرة على تنفيذ ضربة النووية في أوروبا، مضيفا أن رده سيكون محسوبا ولن يشمل سوى الأسلحة التقليدية. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك رهب أن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وأضاف أن لندن تؤيد بالكامل أي تحرك من جانب حلف شمال الأطلسي ردا على ذلك. من جهتها تنفي روسيا كل هذه الاتهامات، وأكدت أنها طلبت من الولايات المتحدة تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا مع انتهاء العمل رسميا بمعاهدة الحد من الأسلحة التي كانت تحظر مثل هذه الخطوة. وأشارت واشنطن قبل 6 أشهر إلى عزمها الانسحاب من المعاهدة بحجة عدم التزام روسيا بها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لبيع المزيد من لحوم الأبقار الأمريكية إلى أوروبا، محتفلا بانتصار متواضع لإدارته التي ما زالت عالقة في حرب تجارية مع الصين. وجمع ترامب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومزارعين أمريكيين يرتدون قبعات ورعاة البقر في البيت الأبيض لإعلان الاتفاق، قائلا أن الاتفاق الذي وقع يخفض الحواجز التجارية في أوروبا ويوسع فرص دخول المزارعين ومربي الأبقار الأمريكيين إلى السوق الأوروبي. وأكدت المفوضية الأوروبية أن أي اتفاق بشأن لحوم الأبقار لن يزيد من مجمل وارداتها من تلك اللحوم، وأن كل اللحوم الواردة ستكون خالية من الهرمونات بما يتماشى مع قواعد السلامة الغذائية للاتحاد الأوروبي، وأي اتفاق سيحتاج إلى أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي. وقال ترامب أنه في العام الأول ستزيد صادرات لحوم الأبقار الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 46%، وسترتفع على مدار 7 سنوات بنسبة 90% أخرى. ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن 4 أشخاص قتلوا وتضررت مئات المباني بسبب زلزال قوي قبالة جزيرتي سومطرة وجاوا. وأصدرت إندونيسيا تحذيرا من أمواج مد عاتية تسونامي بعد دقائق من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة ليلة الجمعة. واستمر التحذير ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق المرتفعة وأثار الذعر في العاصمة جاكرتا. وقال متحدث باسم الوكالة أن 4 أشخاص لغوا حتفهم وبعضهم نتيجة أزمات قلبية أو إعياء مع ابتعاد الناس عن الشريط الساحلي، مضيفا أن 4 آخرين أصيبوا فضلا عن تضرر أكثر من 200 مبنى. وأضافت الوكالة أن الأشخاص الذين فروا إلى أماكن مرتفعة عادوا إلى منازلهم. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد حوالي 227 كيلومتر عن مدينة تيلوج بيتونغ في جزيرة سومطرة. شاركت عشرات القطط التي ارتدت ملابس جذابة وأنيقة في عرض الأزياء السنوي بفندق الكونغوين في مانهاتن بنيويورك.
ويهدف العرض التي شاركت فيه قطط من أيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رفع الوعي بأهمية إنقاذ الحيوانات وتربيتها. وقالت ممثلة الجهة المنظمة للحدث لرويترز أنهم يريدون من وراء هذه الخطوة أن يعلموا الناس أن تربية الحيوانات وحمايتها هو الخيار الوحيد. والخيار الوحيد الأمامنا هو الوقفة الرياضية. أكدت مصادر إعلامية أن مانشستر يونايتد أكمل التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماغواير بصفقة ضخمة ستجعله أغلى. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.